ايه رايك في مجلس الشعب؟ والله انا يعني من رايي بالنسبه لمجلس الشعب انت مش هتقدر تحكم عليه دلوقتي. يعني الناس دي عايز تاخد فرصه، وان شاء الله هتثبت وجودها، تبقى ناس كويسه يعني. شايف ان النواب لهم دور؟ هيبقى لهم دور، هيبقى لهم دور جامد كمان. يعني تكفي ان هم حتى يعني ان الناس دي هتحكم بالاسلام حتى اقل ما فيها، يعني هيدوني حقي. بس ما شفناش حاجه هنا لسه على الارض. يعني عيدوا مجلس الشعب لسه ما ظهرش. يعني طلع الخضيري هنا في الرمل بس ما ظهرش. عاوز يظهر ازاي؟ يعني شوف مشاكل، عندنا مشاكل ياما قوي. يعني في مشاكل ياما قوي. الناس فاهمه مهمه النائب ولا لا؟ بقى كلام في كلام يا ابن عم، مفيش حلول. مفيش حلول. هنجيب منين الحلول؟ لما يمسك رئيس بقى ان شاء الله، وبعدها بسنه ما يمسك. يعني شايف ان النواب دول مالهمش لازمه؟ نعم؟ النواب لا هو كويسين، هم بيتكلموا حلو، بس في الفعل. اديني فعل يشغلني، خليني اكل انا وعيالي، يكسيني. امال فين البطاله وفين الناس المشرده؟ دور مجلس الشعب ولا محليا؟ فين ده مجلس الشعب؟ هو اللي احنا انتخبناه، هو اللي حقه يشغلنا، هو اللي حقه يجري علينا ويتكلم بلساننا. واضح ان الناس مش فاهمه. اولا الثوره لحد دلوقتي ما جابتش اي مجلس العسكري ما عملش اي حاجه، ولا في اي حاجه اتغيرت غير بس البلطجيه اكتر ناس استفادت بالثوره. ان احنا شعب مصر شعب كويس، شعب ممتاز، شعب قلبه طيب من جواه طهاره، لكن يا ريت نقدر نحط النقط على الحروف. يا ريت نقدر نعرف احنا ماشيين ازاي. يا ريت نقدر نعرف احنا رايحين فين. الشعب ده هو قدامه الفرصه دي. كلمت الاخوان مسكوا مجلس الشعب والسلفيين وكل الاحزاب، قدامهم الفرصه دي. ظبطوا مع الناس هتنتخبهم بقلب جامد. ما ظبطوش مع الناس هيدوروا. هترجع كل حاجه زي ما كانت تاني. يعني يظبطوا ازاي؟ اقول لك يظبطوا ازاي. واحد الله يدوروا له على رئيس دوله يكون عنده ضمير. مجلس الشعب ده اللي بيطلقوا عليه مجلس الثوره او مجلس برلمان الثوره، لازم يدي صلاحيات للداخليه عشان تشتغل وتدي انطباع للامن والناس تحس بالامان. والله صلى على النبي. مجلس الشعب في الوقت الحالي لا يعلى عليه. لأن أول شيء تيجي بطريقة نزيهة جدا. اللي احنا عايزينه هو اللي جه.